تعبتي من ضغوط الدنيا؟ حاولتي كتير تتحملي بس خلاص ما بقيتيش قادرة؟ دورتي على حد تفضفضيله باللي تعبك ومحدش قدر يساعدك؟ انا هقولك الحل. اولا لازم تعرفي ان الدنيا دي دار شقاء وكلها ابتلاءات، اما ترضي وتسلمي وتتقبليها كده زي ما هي، وهنا تأكدي انك مهما عانيتي هيكون الجزاء من عند ربنا خير، لانك نجحتي في الامتحان وصبرتي لحد ما عدت المحنة. او انك تفضلي طول الوقت تشتكي وترفضي الواقع، وساعتها هتفضلي تعبانة وحملك هيزيد لانك ما قدرتيش تصبري على الابتلاء. طيب انا عايزة انجح في الاختبار واعدي الابتلاءات بس خايفة اضعف، ايه الحل؟ اقولك، لازم بالاول تبقي متأكدة ان محدش هيداوي وجعك غير نفسك. فلو عايزة تلجئي لحد وتشتكيله، الجئي لربنا لانه عالم باللي بقلبك وهيسمعك. ما تحاوليش طول الوقت انك تكوني قوية، انتي انسانة وطبيعي تضعفي، بس ده مش معناه انك تنهاري. يعني لو حسيتي انك عايزة تعيطي عيطي وخرجي اللي جواكي، بس بعدها قومي وكملي. بصي لنفسك في المراية وقولي انا تعبت بس خلاص عايزة اتعافى، عايزة اكون احسن، وده مش هيحصل الا لو اتغيرت من جوايا. عشان كده انا قررت اتغير من اللحظة دي، وابدأي فعلا تغيري روتين حياتك. ابعدي عن اي بيئة فيها نكد، خليكي دايما وسط الناس اللي بيدوكي طاقة ايجابية مش اللي يحبطوكي. لو قاعدة بالبيت اشتغلي، الشغل بيقوي وبينسي. مارسي هواياتك وطلعي فيها كل طاقتك اللي مكبوتة جواكي. اوعي تحسسي حد انك ما تقدريش من غيره، لانك تقدري، انتي اقوى بقوتك اللي نابعة من جواكي. هتزيد بالناس اللي بتحبك لكن لو مش من البداية استمدتيها من جواكي يبقى عمرك ما هتستفادي اي حاجة. واخيرا انتي قوية، انتي قدها، انتي تستاهلي تكوني